بعد ما الواحد هدي من اللي حصل امبارح مع كولر، وجب علينا كجماهير كده الاعتذار لكولر. ليه بقى؟ لاسباب كتير. اولا، انت مش هتقدر تلوم على الجمهور او على الناس اللي حدفت عليه الازايز، لان هو خسرنا خسارة متعمدة وخسارة مستفزة جدا. وبرضه لازم يكون في معلومك ان دي طبيعة الجماهير عندنا في مصر. هم كده. عملت لهم كل حاجة وجيت غلطت غلطة مش بإرادتك، هيشيلوا لك الحلو كله وعادي هيتغافلوا. انما اللي حصل امبارح ده ما كانش ينفع يعدي بالطريقة دي، غير بالطريقة دي. او كان ده مشهد عادي جدا نشوفه لما كولر يبقى متعمد ان هو يخسرنا ويلعبنا بالمنظومة الدفاعية دي على ملعبنا وسط 80 ألف ولا 70 ألف من جمهورنا. الجمهور معاه حق في انفعالاته، ولكن اللي حصل ما كانش ينفع يحصل مع كولر. كولر خلاص هيمشي، نفتكر له ال 11 بطولة اللي حققها مع الأهلي الفترة اللي فاتت. في سنتين محقق 11 بطولة، ده رقم يعني في أندية بتسعى تحقق خمسه بس مش ربعه حتى. والأهلي كده كده قرر يعمل حفلة وداع وتكريم لمارسيل كولر، وده اللي كده كده الاهلي معودنا عليه. لان مهما حصل البني ادم ده او الراجل دوت ليه ذكريات كويسه جدا وحلوه جدا مع الاهلي.